وزي ما وعدت طلاب اليوتيوب وعدتكم ان احنا ان شاء الله هنعمل كورس تأسيسي علشان الناس اللي عندها دروبات في بعض التنسز او الازمنه. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم مراجعه سريعه على بعض الازمنه اللي ممكن تكونوا بتتلخبطوا فيها، وهجيب لكم الازمنه الرئيسيه او الاساسيه. وهنبدا بزمن present simple او المضارع البسيط. عايزاكم تتابعوا معايا الكورس التأسيسي ده لانه هيفرق معاكم كتير جدا في تكوين الجمله، هيفرق معاكم كتير جدا في كيفيه استخدام ازمنه مختلفه في كتابه الباراجراف او الاساي، خاصه لطلاب المرحله الاعداديه والثانويه. معظم الازمنه اللي بتلخبط فيها هي الازمنه الدارجه والازمنه اللي بتساعدنا على كتابه باراجراف صحيح. فعشان نكتب باراجراف صحيح لازم نعرف زمن present simple مضارع بسيط، past simple ماضي بسيط، present continuous مضارع مستمر، وطبعا ما ننساش الفيوتشر simple. اي جمله يا شباب لازم تتكون من subject خلاص فاعل وبعد كده verb بعدين object مفعول، سواء في اي لغه انجلش عربي فرنش، اي لغه لازم يكون فيها فاعل وفعل ومفعول. واما بالنسبه للسؤال في عندي نوعين من الاسئله، في سؤال بيبدا ب helping verb فعل مساعد، وسؤال بيبدا باداه استفهام. هاخدكم على الهادي والراحه واحده واحده. نبدا مع بعض ناخد اول زمن present simple المضارع البسيط. انا بعتبر الزمن ده في اللغه الانجليزيه هو زمن الشعبي. يعني ايه مثل الزمن الشعبي؟ لما تيجي تكتب عن حاجه بتحصل لك كل يوم، حاجه بتعملها كل يوم، حاجه بتعملها كل فتره محدده، حاجه بتعملها كعاده، حاجه بتوصفها كحقيقه، بتتكلم عن شخصيه، بتتكلم عن حاجه، فانت دايما بتلجأ زمن present simple. فبريزنت سامبل مهم جدا لكل طالب من اول جريد 1 او جريد 2 لحد ثالثه ثانوي او ثانيه بكالوريا. عايزين نتفق مع بعض ان احنا عايزين نبسط المعلومه للطالب بحيث ان مفيش حاجه تقف قدامك في اللي جاي. بصوا معايا نبدا مع بعض بسم الله. بريزنت سامبل هنقوله بشكل بسيط وسهل. يعني ايه في الاول بريزنت سامبل؟ بريزنت سامبل هو عباره عن زمن بيعبر عن حقائق او عادات. يعني ايه مش حقائق او عادات؟ حقائق يعني حاجه اتوجدت زي ما هي بدون تغيير من الانسان. The earth is round يعني الارض كرويه او دائريه. خلاص. الافعال او العادات المتكرره زي ما اجي اقول I read books every day. دايما تيجي تقول يا مس انا مش فاهم، هو انا دايما بشوف افعال بيتحط لها اس وافعال بيجي معاها مصدر. انت عندك نوعين من الفاعل، عندك فعل مفرد وعندك فعل مع الفعل المفرد اللي هو هي او شي او ات او اي اسم مفرد، سواء اسم علم او اسم شيء. يعني ما تيجي تقول ذا تري يبقى دي مفرد، ما تيجي تقول منى يبقى دي مفرد. يبقى ده انا عندي كذا نوع من الاسم، اسم مفرد واسم جمع. اما الاسم البلورال الجمع زي ايه؟ ضمائر الجمع زي they وthey we ويو I. وبعض الاسماء بدل ما اقول منى اقول the girls، بدل ما اقول احمد اقول the boys، بدل ما اقول the tree اقول the trees. يبقى كده اتحولت الى اسم جمع. تمام يا شباب؟ طيب يبقى اول حاجه بنستخدمه في الحقائق العامه، الحقائق الكونيه، تاني حاجه العادات المتكرره، وتالت حاجه الجداول الزمنيه الثابته او المواعيد والجداول. يعني لو انا عندي درس كل يوم او يوم ويوم الساعه 3 يبقى ده اسمه مضارع بسيط لاني بستخدم جدول زمني ثابت. يعني زي مثلا دايما نيجي نقول the train leaves القطر بيمشي الساعه 7 at 7 am الساعه 7 صباحا. يعني معناه ان الجدول الزمني ثابت لحركه القطار او ميعاد القطار ثابت. تعال نخش نشوف الفورم التكوين بتاعه. التكوين زي ما احنا لسه قايلين مع الجمع اللي هو I وthey we ويو بنجيب الفيرب infinitive. يعني ايه infinitive؟ ما بنزودلوش اس. يعني لما اجي اقول I play football they study English يبقى انا حطيت الفعل infinitive زي ما هو في المصدر. طب تعالى نقسم الجمله لان دي الحاجه اللي بتلخبط دايما طالب المراحل البدائيه او المراحل الاولى، وبيجي يكبر لو مش بتاسس فيها بتعمل له مشكله كبيره جدا. التاسيس يا شباب هو اساس كل حاجه. لو انت بتأسس صح تكبر مهما كان المنهج صعب، ما بيفرقش معاك صعوبة المنهج لان انت شخص متأسس صح واتحطيت على اول الطريق بطريقة سليمة. فلازم تبص لأساسك، لو الأساس مش سليم هتتعب جدا فيما بعد. فنلحق نفسنا ونحاول نشوف الدروبات اللي احنا فيها ونعالجها. اول حاجه بيقول لي I play football انا بلعب كره قدم. I هنا فاعل، بعد الفاعل ادي ده كده فاعل يعني subject، اكتب لك بالعربي هو فاعل، بعد الفاعل verb اللي هو الفعل، وبعد الفعل object اللي هو مفعول. يبقى زي ما اتفقنا فاعل مفعول مع الفاعل الجمع، ودايما ضمير I بيتعامل معامله الجمع، هو بيتعامل معامله الجمع، بيجي معاه الفعل زي ما هو في المصدر. خلاص. طيب مع المفرد يا مس احنا اتفقنا ضمائر المفرد he or she or it او اي اسم مفرد بنزود للفيرب اس. ممكن الفيرب نزود له اي اس. امتى نزود للفيرب اي اس يا باشا؟ ده كمان ممكن نزود له اي اس. امتى نزود له اي اس وامتى نزود له اي اس؟ الافعال العاديه زي play خلاص، زي help بنزود لها اس بس. طيب بالنسبه للافعال اللي بنزود لها اي اس، امتى نحط اي اس؟ لو انتهى الفعل بايه؟ اس خلاص او اكس
خلاص، او 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 سي اتش او اس اتش. زي verb جو. جو لما نيجي نجيبها مع السنجلر المفرد بنزود لها اي اس عشان اخرها او. زي verb watch. خلاص، watch اخرها سي اتش، لما اجي اجيبها مع المفرد بنزود لها اي اس. زي wash اخرها اس اتش، لما اجي اجيبها مع المفرد بنزود لها اي اس. اما بالنسبه للافعال اللي بنحط لها اي اس زي verb try، زي verb study، مع المفرد بنزود لها IES. ليه؟ بس لما اجي اقول study خلاص الواي قبلها حاجه اسمها حرف ساكن اللي هو consonant letter. لو الواي قبلها consonant letter حرف ساكن بنروح شايلين الواي ونحط IES. لكن لو زي play الواي قبلها حرف فاول متحرك بنزود لها اس بس. يبقى امتى نحط اي اس؟ اذا كانت الواي قبلها حرف كونسونانت ساكن، وامتى نحط اس بس؟ اذا كان الواي قبلها فاول لتر او حرف متحرك. نيجي على كلمات البريزنت سامبل المضارع البسيط بحفظها كده. انا محفظاها لولاد اغنيه every ever never always usually sometimes often. every ever never كلهم فيهم في. every ever never always usually sometimes often. always يعني ايه؟ always يعني دائما بعمل الحاجه دي بنسبه 100% يعني بنسبه 100%. usually بعمل الحاجه بنسبه 80% يبقى معناها عاده. often يعني غالبا نسبه 70%. sometimes يعني احيانا 50% او 50%. خلاص، every واجيب بعدها every يمكن يجي بعدها day، every week، every month، every summer، وهكذا فتره زمنيه. never بتستخدم يا شباب لتحل محل خلاص النفي وتعتبر معناها ايه؟ ابدا. وفي عندي ever بتيجي بمعنى من قبل وهي بتيجي في السؤال. وقلنا لو جبت معاها Mondays، ودي جزئيه مهمه جدا هقولها لك للتركايه. في عندي حاجه اسمها every Monday، يبقى ده كل جمعه. خلاص يا شباب، every Monday كل اتنين، انا اسفه. خلاص انا عندي every بيجي بعدها Monday خلاص، و every بيجي بعدها Sunday، every بيجي بعدها ايه؟ فتره زمنيه. طيب كلمه خلاص Mondays بيجي معاها on. طيب معلش يا مس، هل في فرق ما بين كلمه on Monday و on Mondays؟ هقول لك طبعا. لما اجي اقول on Monday يبقى يوم الاثنين فقط، تمام معايا؟ لكن on Mondays بتساوي every Monday، يبقى معناها ان الفعل متكرر وبيحصل كل يوم اثنين. يبقى عندي كده اول تركايه بسيطه. اول حاجه on Mondays بتساوي every Monday خلاص، لكن on Monday لا، يوم الاثنين ده بس. طيب عندي تاني حاجه ان انا قلت never بتحل محل مين؟ بتحل محل don't و doesn't، يعني بتيجي مكان النفي. خلاص. طيب هنيجي نقول جزئيه مهمه جدا بالنسبه للسؤال. لو عايزه اعمل سؤال في المضارع البسيط، لو الفعل في المصدر بنعمل اغنيه كده بنسال. لو انا عندي اداه استفهام question word زي what، زي where، زي when، زي اي اداه استفهام او how often، خلاص نروح حاطين اداه الاستفهام او question word، وبعدين نروح جايبين do زائد السبجكت الفاعل زائد infinitive الفعل زي ما هو في المصدر. لو الفعل فيه اس بنروح سائلين بداز زائد الفاعل زائد الفعل في المصدر. يبقى لو الفعل في المصدر هنسال بدو، الفعل فيه اس هنسال بداز. سيب اداه الاستفهام عادي جدا في الاول احنا بنحطها. ما اجي اقول لك وات دي دو، جت منين؟ جت ان انا بسال يو، يبقى يو هسال عنها بدو، يبقى دو بلس سبجكت بلس انفينيتيف، وهنطبق وهنشوف الكلام ده. دو داز بيجي بعدهم انفينيتيف الفعل في المصدر في صيغه السؤال. طب في صيغه النفي لو الفعل انفينيتيف هننفي بدونت، لو الفعل فيه اس يبقى هننفي بدازنت. يعني مثلا بيقول لي ايه هنا في السؤال؟ do you like English؟ does احمد play football؟ خلي بالي ما ينفعش اجيب does و plays. ليه؟ الصغيرين نروح قايل لهم ايه؟ does بتاكل الاس نجيب الفيرب infinitive. does بتاكل الاس يبقى نجيب الفيرب اللي بعدها infinitive. بيخافوا من does نجيب الفيرب infinitive للطلبه الصغيرين، الموضوع بيبقى صعب عليهم شويه. تمام؟ طيب بيقول لك هنا she doesn't play tennis. she doesn't play، جبت بعد doesn't الفيرب infinitive. قال لك I don't play، برضو جبت مع don't الفيرب infinitive. اجي بقى لجزئيه بسيطه جدا عايزه اوفرها لكم بشكل صريح. اول حاجه انا عايزه اقول لك مثلا she، خلاص she eats ice cream. انا عايزه اجي اقول لك ايه؟ عايزه اجي اقول لك بعد اذن حضرتك لو انا عايزه ازود مثلا الطالب واجي اقول له she eats، معايا يا شباب، she eats ice cream، هي بتاكل ايس كريم on Fridays، كل جمعه بتخرج مع اهلها وتاكل ايس كريم. she eats ice cream on Fridays. ايه الجزئيه اللي بتخلي الطلبه اجي اعرف مثلا عايزه اعمل كويز اعرف الطالب ده فهم جرامر ولا لا؟ اول حاجه انا هاجي اسال بوين، وبعد كده هسال بوات، وبعد كده هسال بوير، وبعد كده هاجي اقول لك نوت، وبعد كده هاجي اقول لك وي.
يقول لك مش أميرة دي بتعقدنا. انا مش بعقدك، انا بجيب لك القاعده كما ينبغي ان تكون. اول حاجه she eats ice cream on Fridays. اول حاجه قال لي when هنا هسال عن ايه؟ هسال عن الفتره الزمنيه بس كده، يبقى بسيطه جدا. هشيل on Fridays ونكتب when. الفعل هنا فيه ايه يا شباب؟ فيه اس، يبقى هنسال فعل فيه اس هسال بداز. فعل فيه اس يبقى هسأل بداز، يبقى نسأل بداز. بلس الفعل subject اللي هو she. جيب من الأول بقى بلس infinitive eat ice cream. يبقى هي بتاكل آيس كريم امتى؟ يبقى دي جزئية مهمة عرفت أعملها، يبقى أنا كده زي الفل في الزمن. خش على بعده، قال لك what ماذا؟ يبقى هنيجي نقول ماذا إيه؟ ماذا تفعل؟ يبقى what. تمام. what إيه مش الفعل فيه اس هنسأل بداز وبقى نجيب الجملة من أولها. يبقى أروح قايلة إيه بقى؟ What does she eat أو what does she do on Fridays؟ هي بتعمل ايه أيام الجمعة؟ بتروح تاكل وتتمشى وتاكل آيس كريم. قال لك where يعني ايه؟ where يعني أين؟ هسأل عن الفترة الزمنية فوق، هسأل عن كان بيعمل ايه تحت، هسأل where بيروحوا فين. خلاص؟ طيب ما اجي اقول she eats ice cream on Friday مثلا على سبيل المثال، اجي اقول مثلا at the shop في المحل، يبقى انا حطيت اسم المكان، يبقى انا هسأل عن اسم المكان ده. يبقى وير اسأل يا باشا، الفعل فيه اس يبقى هنسأل بداز. بلس subject الفاعل she بلس infinitive المصدر يبقى where does she eat ice cream. اهم حاجه ان انا اشيل كلمه at the shop. خلاص؟ طيب نيجاتيف نوت يعني ايه؟ بدل ما اقول هي بتاكل هي ما بتاكلش، يبقى هنعمل ايه؟ بنروح جايين كده قايلين ده فاعل وبعد الفاعل بنجيب verb الفعل، نقبض على الفعل. الفعل هنا فيه ايه مس؟ الفعل فيه اس، هننفي doesn't بتاكل الاس فتجيب الفيرب infinitive، يبقى نروح قايلين she خلاص هتاكل الاس doesn't يبقى doesn't بيجي بعدها الفيرب infinitive، يبقى she doesn't eat ice cream on Fridays وكده تكون خلصت خلاص الجمله. طيب بالنسبه لوي دي هنبقى نحول الضمير من فاعل مفرد الى فاعل جمع، بدل ما اقول she eats يبقى هقول we eat، لان احنا اتفقنا وكمل الجمله عادي ان مع وي او مع زي او مع يو او مع اي بنجيب الفيرب infinitive. يبقى احنا هنا كده باختصار جدا اتكلمنا عن زمن البريزنت سمبل، مضارع بسيط مفرد اس جمع المصدر، لو الفعل فيه اس بننفي doesn't، الفعل في المصدر بنفي بدون. طيب انا عايزه اقول حاجه، عايزه مثلا اعمل سؤال واروح قايله لك ايه؟ yes I read books. انا دايما بقرا كتب طبعا. yes I read books. عايزه اعمل سؤال عن الجمله دي. تعالى حبيبي واروح قايله لك اولا انا عايزه اعمل السؤال بدايه الجمله ايه؟ بدايه الجمله في اداه yes or no. بدل في yes or no كلمه yes or no يبقى لازم اسال بhelping verb. لكن لو اجي انا اديتك سؤال واجابته I read books انا بقرا كتب، هل يا مس في فرق ما بين السؤالين؟ في فرق كبير جدا بين السؤالين. السؤال اللي بادئ اجابته بيس ونو بسال بالهيلبنج فيرب اللي هو الفعل المساعد. الفعل المساعد عندي في المضارع البسيط هو verb to do اللي هو بيتحول لدو does. انا عندي هنا الفعل في المصدر يبقى هسال بدو، جيب الجمله من الاول زائد الفاعل يو بنحولها لاي زائد المصدر يبقى read. do you read books؟ انت بتقرا كتب؟ yes I do او no I don't. خش على بعده I read books يبقى هنسال بايه؟ what انت بتعمل ايه؟ يبقى انا كده استشفيت حاجه. لو في عندي yes ونو هسال بفعل مساعد، لو في عندي فاعل يبقى هسال باداه استفهام question word. يبقى what الفعل في المصدر يبقى do زائد الفاعل you زائد المصدر do. what do you do؟ what do you do؟ خلاص ادي كده جزئيه. نيجي نخش على اخر جزئيه، يبقى انا كده ضمنت لك زي البريزنت سامبل في جيبك اللي هو ايه؟ اللي هي نيفر يا مس. نيفر بتساوي مين يا مس؟ بتساوي don't اوكي او doesn't. don't و doesn't بيجي بعدهم الفيرب infinitive، بيجي بعدهم الفيرب infinitive. يعني ايه؟ لما اجي اقول she never plays chess، البنت دي عمرها ما بتلعب تشيس شطرنج، ما بتلعبش شطرنج خالص. she never plays. لاحظت ايه هنا؟ ان انا never جبت معاها الفعل فيه اس يبقى she never plays. طب معلش يا مس لو انا عايزه احط نوت مكان نيفر هعمل ايه؟ بص يا باشا، لو انت هتحط نيفر مكان doesn't خلاص هترجع الاس تاني. لو حطيت نيفر اهو، انا حطيت نيفر مكان doesn't اهو، انا هحط هنا doesn't اهو، راح قايله شيل، هشيل نيفر. تمام يا شباب اسفه، هنشيل نيفر ونحط ايه؟ ونحط doesn't. خلاص يبقى she doesn't، يبقى she doesn't شيلنا نيفر، هناخد الاس نشيلها خالص يبقى she doesn't play chess. طب لو انا عايزه احط نيفر يبقى هشيل doesn't ونرجع لها الاس.
يبقى لو عندي never هتيجي مع المفرد هيبقى في الفعل اس، تيجي مع الجمع يبقى الفيرب infinitive. لو عندي don't يبقى هنحط never مكانها، الفعل هيجي في المصدر. لكن لو doesn't هنحط مكانها never، هنرجع للفيرب الاس. تاني افتكر كلمات every ever never always usually sometimes often. ما تنساش كلمات present simple. نرجع تاني لإكسرسايز نحل على البريزنت سمبل بشكل سريع وبسيط. سارة play ولا plays on every Friday، يبقى على طول سارة plays. My father drive ولا drives to the work أو to work every day، يبقى my father drives. my father drives. does we don't ولا doesn't eat، طبعا we هيجي معاها don't. we don't. طيب does Ali، قال لك does Ali يا باشا. واحد هيجي يقول لي ايه مس أميرة قالت مع المفرد بنزود اس، من غير does يا باشا. لو في does يبقى does بتاكل الاس، يبقى does Ali. خلاص likes ولا like، يبقى like English. they study ولا studies at school، يبقى they study. she watch ولا watches TV، يبقى she watches. I go ولا goes I go. أحمد don't ولا doesn't، أحمد doesn't. do you play ولا plays، هتبقى play. the baby cry ولا cries، هتبقى cries عشان the baby مفرد singular. آية study English every day، يبقى على طول هنشيل الواي ونحط IES، يبقى آية studies. آية studies English خلاص every day. My brothers play football، هتبقى صح play علشان مع brothers جمع، يبقى نجيب الverb infinitive. He wash his car every week، طبعا مع هي هنزود في الفعل ايه، هنزود ES يبقى he washes. We not eat، يبقى we don't eat، احنا ما بناكلش في وقت متأخر. هننفي مع الجمع don't. بدونت مع المفرد في اس هننفي doesn't. don't و doesn't بيجي بعدها infinitive. Your mother cook every day، تعال على جزئية your day. your ده عبارة عن ايه يا شباب؟ your هو عبارة عن برافو possessive pronouns او possessive adjectives، ضمائر او صفات ملكيه. انا لما اجي اقول your، خلاص معايا your dog و your dogs، خلاص، وعايزه اسال هل الكلاب بتاعتك خلاص بتاكل او بتشرب؟ انا عايزه اسالك your dog هسال عنها بايه؟ do your dog ولا does your dog؟ خلاص your dogs do your dogs ولا does your dogs؟ اول حاجه لو جينا بصينا هنا ليور ده عباره عن ايه؟ اسمها صفه ملكيه او ضمير ملكيه. ضمير الملكيه لا ياتي مفرد ولا ياتي جمع. امال يا مس؟ ودي الحته دي بالذات تلخبط طلبه كتير جدا. ضمير او صفه الملكيه متبوعه للاسم اللي بعدها، يعني هي مغلوبة على أمرها. يعني إيه؟ يعني لما أجي أقول your pen و your pens، إيه الفرق بين الاتنين؟ your pen مفرد ليه؟ لأن your جه بعدها اسم مفرد. طب your pens جمع لأن your جه بعدها اسم جمع. يبقى أنا هنا متكلبشة. يعني إيه متكلبشة؟ يعني الأمر مش بإيدي، الاسم بيتحدد على حسب ضمير الملكية. يبقى لما أجي أقول لك your dog يبقى هسأل بيها ب does. طب your dogs هسأل بيها ب do. يبقى لما يجي يقول لك your mother يبقى مش حد يجي يقول لي do your mother، غلط. mother اسم مفرد مش ليك دعوه بالضمير، الضمير ده كانك مش شايفه، يبقى does your mother. يبقى ضمير الملكيه لا ياتي مفرد ولا ياتي جمع، ولكن بيحدد الفعل الاسم اللي بيجي بعد ضمير الملكيه. علي على طول جو هنزود لها اي اس عشان اخرها او، علي مفرد. I read هتنزل read زي ما هي لانه I بيجي بعدها infinitive عشان every night. they not watch يبقى عايز انفي مع they يبقى ننفي don't watch. خلاص. she teaches هي اخرها ch هنزود لها es. excellent. احمد like math يبقى على طول does احمد علشان احمد مفرد. خلاص. افتكروا يا شباب المضارع البسيط مفرد اس الجمع المصدر. خلاص. ننفي don't مع الجمع، ننفي doesn't مع المفرد. don't و doesn't بيجي بعدهم infinitive. قلنا كلماته واتفقنا ان never بتحل محل don't و doesn't. never مع المفرد في اس مع جمع مصدر، لكن don't و doesn't بيجي بعدهم infinitive. خش على اللي بعده، خش على زمن. تمام. تاني زمن هنشرحه النهارده، خلاص معايا، تاني زمن هنشرحه النهارده زمن الباست سيمبل. تاني زمن هنشرحه النهارده من الازمنه الاساسيه للانجليش او في كتابه باراجراف زمن الباست سيمبل، الماضي البسيط. ما بلاش نتكلم في الماضي، لا بيقول لك اتكلم في الماضي. طب الماضي يا مس ده وانا اتكلم فيه ازاي؟ الماضي يعني فعل حدث وانتهى خلاص ولا لم يترك اثر لحدوثه. يعني ايه بس؟ يعني ما سابش وراه حاجه. بيكون من ايه بس زمن الباست سيمبل؟ باست سيمبل تصريف تاني للفعل. يعني ببساطه كده زمن الباست سيمبل الماضي البسيط يعبر عن فعل حدث وانتهى، فعل خلاص خلص، يتكون من ايه؟ التصريف التاني للفعل.
تيجي تقول كده عندي نوعين من الفيربس، regular verb و irregular verb. regular verb اللي هو الفعل المنتظم اللي هو بتزود له دي او اي دي او اي اي دي. خلاص معايا؟ يبقى اول حاجه الماضي البسيط يعبر عن فعل تم خلاص في الماضي وخلاص. بيتكون من ايه؟ التصريف الثاني للفعل. عندي regular verb زي play played watch watched study studied. انا لما يكون الفعل اخره ايه بزود له دي بس. طب لو الفعل مش اخره ايه بزود له اي دي زي watch وزي play. طب لو انا عندي الفيرب اخره واي والواي قبلها consonant later حرف ساكن نشيل الواي ونحط اي اي دي، يبقى بدل study تبقى studied، هنزود لها اي اي دي. خلاص. طب الفعل الirregular او الفعل الشاذ لازم تحفظ التصريف التاني. go الماضي بتاعها went، see الماضي بتاعها saw، take الماضي بتاعها took، have الماضي بتاعها had، do الماضي بتاعها did. ده اسمه irregular verb عشان بيزهقك شويه، يعني تضطر تحفظ التصريف التاني بتاعه. خلاص معايا؟ زي ما اتفقنا هو بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن فعل تم في زمن الماضي وحدث وانتهى في زمن الماضي. طيب نخش كده نبص على الكلمات بتاعته. بيقول لك ايه كلماته؟ التايم اكسبريشنز بتاعته yesterday يعني امبارح، yesterday يعني امبارح، last يعني اللي فات، last week last month last year. خلاص. yesterday last في كلمة ago بيجي قبلها المدة الزمنية، زي ما اجي اقول من 3 سنين 3 days ago 3 years ago 3 months خلاص 3 minutes ago وهكذا. وفي عندي ان وسنة عدت، ان وسنة خلصت. يعني لما اجي اقول in 2020 يعني سنة 2020 يبقى الجملة هنا في زمن past simple زمن الماضي عشان دي سنة عدت وخلصت. يبقى اتفقنا yesterday last ago in the past in سنة عدت once upon a time. في كلمات كتيرة ممكن نحطها في زمن past simple. خلاص معايا؟ طيب تعالى كده معايا نتفرج على بعض الحاجات في زمن الباست مهمه جدا، اللي هي ايه بس؟ اللي هي كيفيه تكوين السؤال وكيفيه النيجاتيف او النفي، ودول اهم جزئين اللي هو نيجاتيف النفي وتكوين السؤال. نيجاتيف النفي لو الفعل في الماضي نيجاتيف didn't بننفي didn't، ودidn't زي don't و doesn't بيجي بعدها infinitive مصدر. تمام؟ طيب لو عايز اعمل سؤال، فاكرين لما عملنا من شويه بالمضارع البسيط present simple قلنا الفعل فيه اس يبقى does، فعل في المصدر يبقى do، فعل في الماضي يبقى did. يبقى كده verb to do، verb to do يبقى did plus subject اللي هو مين السبجكت؟ الفاعل، plus infinitive اللي هو الفعل زي ما هو في المصدر يبقى subject و infinitive، يبقى did plus subject plus infinitive. خلاص يا شباب؟ طيب بيقول لك نيجي ننفي بنيجاتيف didn't زي ما اجي اقول example I didn't watch TV، ما بحبش اتفرج على التلفزيون او ما اتفرجتش على التلفزيون، ده في الفيرب regular المنتظم. لما يجي يقول لك she didn't go to school، ما راحتش المدرسه. نعمل السؤال did plus subject plus infinitive. خلاص يعني did زائد الفعل زائد المصدر. did you visit your uncle؟ وطبعا هنا السؤال بادئ ب helping verb يعني فعل مساعد، لان اتفقنا عندنا نوعين من الاسئله، في سؤال بيبدا ب helping verb، في سؤال بيبدا ب question word. question word يعني اداه استفهام. تعالوا مع بعض نشوف ممكن يجي ازاي ونحله ازاي. تعالوا يا شباب اديكم امثله على زمن past simple الماضي البسيط ازاي هعمل سؤال كتكوينه سؤال كتكوينه نيجاتيف او نيجاتيف sentence. انا عايزه اقول مثلا they، خلاص they went to school هم راحوا المدرسة by car بالعربية yesterday امبارح. they went to school by car yesterday. هفضل عندي يقين ان اهم جزئية علشان تبقى طالب شاطر في الجرامر ان انت تكتب خلاص الجملة منفية وتكتبها مثبتة وتكون منها question سؤال. اول حاجة انا عايزة اسأل اقول هم راحوا فين يبقى where. تاني حاجة طب راحوا امتى المدرسة؟ طب when. طب راحوا ازاي؟ فانا هسأل بهاو. خلاص طب هم عملوا ايه امبارح اصلا؟ يبقى وات. بعد كده هعمل لك نيجاتيف نوت. بعد كده خلاص هروح قايله لك مثلا على سبيل المثال اعملها لي every day. يا سلام، انا كده جبت لك الاخر، جبت لك في الاخر. ده الشغل بتاعي اللي انا بشتغله في المكان بتاعي، بنعمل بنفس الطريقه. اول حاجه بيقول لك وير يعني ايه؟ وير يعني اين. هنحط اول حاجه وير. خلاص بعد ما نحط وير الفعل هنا في الباست سيمبل في الماضي. اتفقنا لو الفعل في الماضي بنسال بايه يا شباب؟ بديد، يبقى هنسال بديد. خلاص جيب الجمله من اولها بقى. انا عرفت الزمن ايه يبقى انا كده خلاص. اصعب حاجه بتلخبط طلاب وهي اسهل حاجه بالنسبه لي او بالنسبه لحد فاهم انجلش او اي حد كبير او طالب عادي شاطر، ان انت لو عرفت الفعل المساعد هتطلعه ازاي يبقى انت كده عملت سؤال وحليت دايلوج مظبوط. لان السؤال بيجي بالهيلبنج فيرب لو الفعل الناقص او الفعل المساعد. انت عرفت ان الجمله في زمن باست سيمبل زمن الماضي، فانت رحت سائل بديد. بس هات الجمله بقى من الاول. بعد ديد تجيب الفاعل. مين الفاعل؟ زي.
وبعد كده زائد الفعل في المصدر، يبقى where did they go by car every أو yesterday. راحوا فين بالعربية امبارح؟ راحوا المدرسة. خش على بعده، قال لك ايه؟ قال لك when. طيب هنحط when يا مس، بس حط ايدك بس على helping verb اللي هو الفعل المساعد. بعد when ايوه الفعل في زمن الماضي يبقى did بلس subject فاعل. مين الفاعل؟ يبقى when did they زائد الفعل في المصدر go to school by car. هم راحوا المدرسة امتى؟ وانا شلت كلمة ايه؟ شلت كلمة yesterday. خش على اللي بعده، بيقول لك how دي بسأل عن ايه؟ بسأل عن transportation او وسيلة المواصلات يبقى how. الجملة زي ما اتفقنا in the past يبقى how did زائد الفاعل they زائد المصدر go يبقى how did they go to school yesterday وشلت كلمة by car. بس يبقى هي دي بقى الجزئيه المهمه. انا عندي مكان هشيله واحط وير، عندي فعل في زمن الماضي احط did وجيب الجمله من الاول، عندي when يبقى اسال فتره زمنيه، عندي how بسال عن وسيله المواصلات، what هي العيال دي عملت امبارح يبقى what الفعل في زمن الماضي did جيب الجمله من الاول what did they يفضل استخدام do what did they do yesterday هما العيال دي عملت امبارح. خش على نيجاتيف النفي، انت عرفت اهو ان الجمله في زمن الماضي يبقى هننفي بايه؟ هننفي didn't plus infinitive. مين الانفينيتيف؟ يبقى go، يبقى they didn't go to school yesterday. every day هنحول الجمله لزمن present simple مضارع بسيط. يعني ايه مثل زمن مضارع بسيط؟ يعني مع المفرد اس الجمع المصدر. طب ده مفرد ولا جمع؟ زي ده جمع يا شباب، يبقى هنجيب معاه الفعل زي ما هو infinitive، يبقى they go to school by car بدل yesterday هنحط every day. تمام؟ طيب تعالى كده عايزه اقول لك تركيه بسيطه. اما اجي اقول she is tall، خلاص is هنا اسمه verb to ايه؟ excellent verb to be. هاجي اقول لك هي الجمله دي بزمن ايه؟ واحد يقول لي مضارع مستمر يا مس، هقول لك اخص عليك، المضارع المستمر لازم نحط في الفيرب اي ان جي. تاني حاجه انت الفعل الاساسي اللي عندك verb to be هو الفعل الاساسي اللي عندك. يعني ايه؟ يعني she دي عباره عن subject فاعل ودي الفيرب الاساسي وبعد كده دي adjective صفه. يبقى دي مس لما يكون في is وبعدها صفه او is وبعدها ادي صفه adjective خلاص، او ما اجي اقول she is at home هي في البيت يجي بعدها اسم اهو اسم مكان خلاص، يبقى is دي عباره عن ايه؟ عباره عن فعل اساسي وليس helping verb. تمام؟ اخر جزئيه لما اجي اقول لك اعمل لي question سؤال واجابته yes he watched TV. ايوه يا باشا هو اتفرج على التلفزيون. اجي اقول لك اعمل لي question على السؤال ده. لسه قايلين لو انا عندي الاجابه بتبدا بيس ونو يبقى هسال بفعل مساعد. انا الاجابه بدات بواتشد يبقى هسال بايه؟ did بلس subject الفاعل هي زائد الانفينيتيف المصدر يبقى did he watch TV. خلاص. طب لو انا عايزه اشيل يس خالص واقول he watched TV هل يا مس الاجابه تختلف؟ طبعا هتكون بدات بفاعل، وانت لو بدات بفاعل يبقى لازم تسال. واحد قال اهي question word جدع بأداة استفهام، يبقى نسأل بأداة استفهام يبقى نروح قايلين ايه؟ what. بعد what يا دكاترتنا what did he do أو what did he watch. he watched TV أو he watched TV لو قلت what did he do. تعالوا نرجع تاني لمرجوعنا اللي هو عبارة عن ايه؟ نحل اكسرسايز في السريع بعد ما أخدنا البراكتس بتاعنا. تمام؟ بيقول لي هنا I نقط Egypt last summer يبقى على طول I visit ولا visited. They play ولا played football yesterday played. She watch ولا watched TV last night watched. We study ولا studied English studied. He go ولا went to school he went. I see ولا saw a movie I saw عشان last weekend. They take ولا took a taxi they took a taxi. We have ولا had lunch we had lunch. She do ولا did her homework last night يبقى did. You clean ولا cleaned your room yesterday يبقى cleaned. خش على بعده. أحمد play football yesterday played يا باشا. She visited her aunt last week visited يا باش مهندسة. We watched a movie last night يبقى watched على طول. خلاص يبقى watched سوري يا شباب يبقى watched على طول. I study English in 2020. خلي بالك دايما من in وبعدها سنة، لأن أنت عندك in ممكن يجي بعدها سنة خلصت وin يجي بعدها سنة لسه هتيجي. لو جت سنة خلصت يبقى الجملة in the past simple في زمن الماضي البسيط. يبقى لما اجي اقول we نقط I study English in 2020 يبقى I studied هنشيل الواي ونحط I ed. They go to the park yesterday يبقى على طول they went.
he take his books يبقى he took his book with him. كده في عجالة جدا. زمن past simple ماضي بسيط، تصريف تاني للفعل، فعل منتظم regular و irregular verb. كلمات yesterday last ago in the past إن سنة عدت once ذات مرة once upon a time كان يا مكان. النفي في الماضي didn't plus infinitive بنسأل did plus subject plus infinitive يعني did زائد الفاعل زائد الفعل في المصدر. خلاص يا شباب، ونخلي بالنا من الكلمات. ده يعتبر كده زمن الماضي البسيط، يعتبر من أهم الأزمنة في كتابة الباراجرافز والإساي. أشوفكم في المضارع المستمر. خلي بالكم من الزمنين اللي شرحناهم، مضارع بسيط وماضي بسيط. ونخش على الزمن الثالث اللي هو زمن ايه؟ المضارع المستمر او البريزنت كونتينيوس. يعني ايه يا شباب مضارع مستمر؟ مضارع مستمر يعني فعل بيحصل وقت الكلام دلوقتي. يعني ايه؟ يعبر عن فعل ما زالت الاحداث بتاعته مستمره ولم تنتهي. اول ما اقول كلمه مستمره ing خلاص معايا. present continuous المضارع المستمر بنستخدمه في ايه؟ يعبر عن actions او احداث that are happening now, happening at the moment, happening around this time، حاجه بتحصل في الوقت الحالي وانا بتكلم. الستراكشر تكوين المضارع المستمر، اول ما اقول I يبقى يجي معاها am، he و she و it هيجي معاها is، they و you هيجي معاها are، وكل دول بدل شفت verb to be عايز تجيب بعده فعل يبقى هنا verb to be helping verb، يعني فعل مساعد. يبقى ال helping verb بيجي بعده ايه؟ او الفعل المساعد لو am و is و are ing. they are play ولا playing. he is reads ولا reading. يبقى اول ما اشوف am و is و are على طول am is are اروح حاطه في الverb ing. بس هنقول جزئيه هنا كده ونحط عليها نجمه. اتفقنا معانا نوت وبنكتب الملاحظات بتاعتنا. اول حاجه مس اميره بتيجي تقول لك حط لي يا ابني درايف وزود لها اي ان جي، ويا ابني حط لي سي وزود لها اي ان جي، ويا ابني حط لي لاي وزود لها اي ان جي. ايه نفس الحكايه؟ الطلبات دي كلها. بص يا باشا، لو انا قلت لك he is driving a car، هو بيسوق عربيه now، هتيجي تعملها ازاي؟ هتيجي تقول لي يا مس هنشيل الاي ونحط ان جي. طب قول لي بعدها I'm seeing a film now، هنشيل الاي ونحط ان جي. لا استنى عندك. في درايف انا سكت لك لما قلت هشيل الاي، بس هنا بقى هقول لك لا يا حبيبي استنى بعد اذنك عشان ايه ما نزعلش مع بعض. ليه يا مس في ايه؟ هقول لك يا باشا في ايه. ما اجي اقول لك درايف خلاص انت شيل الاي وحط الاي ان جي، لكن ما اجي اقول لك سي ما ينفعش تشيل الاي. ليه يا مس؟ طب ما حضرتك لسه قايله هنشيلها اذا كانت الاي غير منطوقه. يعني ايه؟ يعني ما اجي اقول لك رايد اهو، رايد اخرها اي، شيل الاي عشان تحط الاي ان جي. ليه؟ انها ما بتتنطقش. لكن لما اجي اقول لك بي حط لها اي ان جي تبقى بينك. يبقى البي منطوقه اذا نطقت الاي في نهايه الفعل خلاص لا تحذف عند اضافه الاي ان جي. طب فيرب زي lie يعني يكذب، die يموت، tie يربط، اخرهم اي اي. نعمل ايه يا مس؟ والله لو انت عندك افعال اخرها اي اي حولها لواي وزود الاي ان جي. يبقى عندي 3 حاجات، الاي منطوقه تفضل زي ما هي وزود الاي ان جي، غير منطوقه احذفها خالص حط الاي ان جي، لو هي اخرها اي اي حول الاي اي لواي وزود الاي ان جي. من اسهل الازمنه اللي ممكن تقابلك البريزنت كونتينوس. ليه يا مس؟ عشان طريقه السؤال فيه مقصات. يعني ايه مقصات؟ بص يا سيدي، لما اجي اقول we use am with I، we use is with him she it، ماشي. I am reading a book، she is cooking dinner، they are playing. خدت بالك ان مقترن وجود الام والاز وار مع الفعل بيبقى فيه اي ان جي وليس الاسم. كلماته now يعني الآن، اسمع listen، بص look، يبقى now look listen دلوقتي حالا at the moment at the present right now. في today بتستخدم في المضارع المستمر و this evening و these days، يبقى عندي this و these. يبقى now look listen at the moment at the present right now today this وفترة زمنية this morning this evening خلاص و these days. تمام يا شباب؟ اما عاوز اعمل سؤال كل اللي بعمله ان انا بجيب الفعل المساعد قبل الفاعل، بدل ما اقول I am I، بدل ما اقول he is he، بدل ما اقول they are or they. يبقى نعملها كده مقصات ونحط الاي ان جي. طيب تعالى نشوف كده بسرعه، هنحل مع بعض بشكل سريع ازاي ممكن نعمل زمن present خلاص continuous في سؤال سريع. ازاي يا مس؟ بص يا سيدي، انا عايزه اكون منه سؤال خلاص معايا، انا عايزه اكون منه سؤال او عايزه اعمل منه جزئيه كده عباره عن ايه؟ عباره عن اسئله. اول حاجه تعطيه يا جماعه والنبي، عايزه اعمل سؤال او اكون منه، انا عايزه اقول ايه؟ she is drawing خلاص، she is drawing a picture
now. هي البنت بترسم دلوقتي حالا. خلاص دي she is drawing a picture now وهي قاعده في البيت at home. وهي قاعده في بيتها عماله ترسم. انا جيت بين قوسين كده وقلت لك ايه هي بتعمل ايه what، وبعدين جيت قلت لك هي بتعمل الكلام ده امتى، وبعد كده رحت قلت لك هي بتعمله فين، وبعد كده رحت قايله لك معلش what not، وبعد كده رحت قايله لك طب هي رسمت yesterday، ممكن ازود كمان every day. تمام معايا يا شباب؟ طيب نخش على اول واحده كده بيقول لي ايه she is drawing a picture now at home. قال لك what اعمل مقص على طول. what اعمل مقص. what is she مش هقول ماذا ترسم. what is she doing now هي بتعمل ايه دلوقتي. what is she doing now. قال لك when امتى يبقى when واعمل مقص. when is she drawing a picture. خلاص at home هي بترسم في البيت امتى. يبقى انا شلت من هنا when شلت ايه شلت كلمه now. طب what انا قلت what is she doing. what is she doing خلاص what is she doing تعمل ايه. طب where بعد ما قلنا what is she doing where. خلاص نعمل مقص. مين المكان اهو at home مقص يا باشا يبقى where is she drawing هي بترسم فين. where is she drawing. طب قال لك negative not هتروح قايل ايه بسيطة she is هنا فيها ايه is هنا فيها isn't يبقى she isn't drawing a picture now. yesterday بقى دي مشكلة بتوقع طلبة كتير اللي هو يجي طالب يقول لي ايه بدل is هتبقى was am و is ماضيها was. هقول لك لا am و is ماضيها was عادي جدا و are ماضيها were لو مفيش بعدهم او انا مش عايز اتكلم في زمن يعني انا عايز اتكلم دلوقتي في زمن present continuous مضارع مستمر حوله الماضي اللي بحوله هو الفعل الاساسي وليس الفعل المساعد. لو انت حولتها ل was were هتبقى ماضي مستمر وانا عايزاها past simple ماضي بسيط لاني بقول لك yesterday يبقى تروح جايب الفعل المساعد ده وشايله خالص وتحول الفعل الاساسي. يبقى بدل she drew خلاص a picture she drew a picture yesterday. يبقى انا حولت على طول شلت is خالص ودرو هي اللي حولتها للباست سيمبل وليس is. دي جزئيه مهمه جدا 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 كيفيه تكوين السؤال بفعل مساعد اداه استفهام. طيب انا لما اجي اقول لك هنا ايه يا she is jumping ده البنت بتنط وجيت قلت لك ايه السؤال she is jumping بس خلاص. قال لك ايه yes she is jumping في اجابه بايه بيس على هادي كده. اذا كانت السؤال عايزين نعمله اجابه السؤال بتاعته يس يبقى هنسال بفعل مساعد نشيل يس خالص. في عندي verb to be مقصات يا باشا يبقى is خلاص she jumping ادي مقصات يا باشا is she jumping. طب اللي بعده يا مس she is jumping على طول هي بتعمل ايه خلاص. يبقى نروح قايلين ايه what مقصات يا باشا what is she doing هي بتعمل ايه. الجزئيه دي مهمه جدا جدا وخلي بالك منها. نرجع تاني خلاص للحل بتاعنا. I study English now. قال لك now يبقى لازم احط am وstudy انزلها زي ما هي ونزود لها ing. she cooked dinner برضه عايزة present continuous يبقى is ونحط cook ونزود لها ing. they are playing we are having وخلي بالك من have اهو شلنا الاي وزودنا ing. he is watching my friend is جمع يبقى or listen خلي بالك من كلمة listen ال T silent listening هنزود لها ing. تمام يا شباب خلاص. طيب challenge correct the mistakes. she am طبعا مفيش حاجة اسمها كده she is reading. they are playing عشان أنا عندي are لازم أجيب بعدها ing. I is طبعا مفيش حاجة اسمها I is اسمها I am. وهي he is studying English مش he are. we is طبعا هتبقى we are. كل دي حاجات بسيطة جدا بس هتفرق معانا جدا 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 في التأسيس. يبقى احنا كده اتكلمنا في الكورس التأسيسي بتاعنا على 3 أزمنة مهمة جدا. لو انا بعمل حاجة كل يوم او كل فترة زمنية معينة يبقى ده اسمه present simple. لو هعمل حاجة خلصت في الزمن الماضي عملتها وبوصفها يبقى past simple. لو بتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي يبقى present continuous مضارع مستمر. اتكلمنا عن 3 أزمنة بكلماتهم بكل حذافيرهم كيفية تكوين السؤال. اتفرج على الفيديو وانت قاعد هادي ورايق في الأجازة من غير ما تكون مضغوط وقول لي ايه رأيك فيه. انا لسه قدامك فرصه ان انا اشرح لك الازمنه اللي انت عايزها. ايه اكتر زمن محتاج ان انا اشرحه لك ومتلخبط فيه اكتب لي في الكومنتس وانا هقول لك شرح الزمن وهشرحه لك بطريقه
بسيطة وسهلة، وهوصف لك ازاي تقدر تحفظ الكلمات بتاعته بطريقة يعني سهلة وبسيطة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في كورس تأسيسي مع مس أميرة سعد.